شعرت بتنمل في أطراف أصابع القدمين. ما إن وصلت إلى الفندق حتى بدأ التنمل يزداد في القدمين، كلتا القدمين بأكملها. ظننت أنه من الإرهاق والتعب فنمت إلى صلاة العصر. لما استيقظت العصر وجدت أن التنمل قد زاد، وهذا الخدر قد زاد إلى منطقة الحوض. ما أذن المغرب حتى وصل التنمل والخدر إلى مؤخرة الرأس، قف الرأس في الرقبة وإلى الخدين ثم اليدين. بادرت مسرعا بالاتصال على أحد الزملاء، فذهب بي إلى المستشفى وأجروا لي أشعات الرنين المغناطيسي، أشعتين. الطبيب تفاجأ بعد إجراء الإشعة، واحدة من الأشعات كانت لرأسي والثانية للحبل الشوكي. قابلني الطبيب وهو كان استشاري مخ وأعصاب سعودي على مستوى المملكة، يعني ماهر. قال: أنت رجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا مرض نادر لا يصيب إلا القلة على مستوى العالم. فقلت الحمد لله على كل حال. قال: هذا المرض ينتهي بالشلل أو بالوفاة خلال 3 أشهر، لا يمهل صاحبه إلا 3 أشهر. استرجعت واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأوصيت أو كتبت وصيتي، ولكنني لم أستسلم لهذا المرض. بدأت من نفس اليوم بالرقية، ولم أستعمل الرقية المطولة أو التكلف في الرقية كما يفعله بعض القراء، وإنما كنت أقرأ على نفسي سورة الفاتحة 7 مرات في اليوم، عدة مرات. يعني في اليوم ممكن 10 مرات أقرأ في كل مرة سورة الفاتحة 7 مرات، أنفثها بالهواء مع الريق على ماء، ثم أشربه وأضعه على رأسي وأضعه على الأماكن المخدرة من جسمي. في فترة وجيزة قرابة الأسبوع أو أكثر أو أسبوعين، الحمد لله زال الخدر والتنمل الموجود في رأسي وفي خدي وفي يدي وفي منطقة الحوض، وبقي الخدر موجود في الرجلين، في القدمين، حتى أنني كنت أستخدم عصا أتكئ عليها ومشاية من شدة أنه يعني كما قال الطبيب أنه قد يؤدي إلى الشلل. عرضت نفسي على 3 مستشفيات وكلهم يقررون نفس التقرير. هذا المرض يسمى مرض النقاط البيضاء، تجمعت في الدماغ وتجمعت حول الحبل الشوكي، ولا علاج لها إلا الكورتيزون كمخفف. أما علاج يزيلها فلا علاج لها. ينتهي هذا المرض بالوفاة خلال 3 أشهر، أو بالشلل كذلك خلال 3 أشهر، الشلل التام، وربما لا يعيش صاحبها كثيرا. استعنت بالله سبحانه وتعالى بهذه الرقية، لازمتها في اليوم عدة مرات، وأدعو الله عز وجل وأتصدق ولو بالقليل، إلى أن وقفت على قصة العرنيين، وأصلها في صحيح البخاري، عندما أتى قوم من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بهم مرض ووباء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بذود له في الصحراء، أي بإبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا. القصة معروفة، فبرئوا وعافاهم الله. ثم القصة المعروفة تعرفونها جميعا. فكرت حينها أن أشتري إبل وأضعها في قريتي، وأبدأ أتعالج بأبوالها وألبانها، وحرصت على هذه الإبل أن تكون من خيار الإبل، من أفضل حمر النعم. فاشتريت هذه الإبل، وكان الراعي السوداني عندي آمره أن يرعى بها طوال اليوم، يعني تأكل من الشجر، من السدر، خاصة السدر كان عندنا في القرية كثير، وتأكل من الطلح بقدر المستطاع. فكانت ترعى من الصباح إلى قبيل المغرب، فإذا أتت المغرب كنت آخذ من بولها مباشرة من الناقة وأضعه على رأسي، وأشرب مقدار فنجال شاهي من بول الإبل، وبعده حليب الإبل أو حليب الناقة. ومكثت على هذا الحال شعبان ورمضان وشوال، ليست هذه السنة وإنما السنة الماضية. أحمد الله عز وجل وأثني عليه، يعني كأن لم يمر علي مرض قط، وبرئت وتعافيت. العجيب أنني كنت مواصلا على الرقية وواصل على الوزر،
البول أضعه على رأسي كنت إذا وضعته على رأسي أشعر بغليان في رأسي، وكأنما وضعت على رأسي أو كأنما رأسي أوقد عليه نارا من شدة الغليان ومن شدة الحرارة التي كانت تصيبني في رأسي. من الله عز وجل علي بالعافية، وأصبحت أقرأ كثيرا الدراسات التي ألفت وكتبت حول المعجزات والفوائد الطبية الموجودة في بول الإبل وحليب الإبل. كان هناك قريب لنا يعاني من جلطة، فلما رأى تعاملي مع بول الإبل وحليب الإبل بدأ يأخذ من البول ويضعه على رأسه، وكذلك يشربه ويشرب خلفه الحليب، فتغير وضعه 180 درجة إن صح التعبير. كان يأخذ حبوب ضغط فترك حبوب الضغط، وتحسنت حالته بشكل عجيب. هذه قصة مختصرة أنا الذي عانيت أحداثها وعاصرت فصولها. وبول الإبل وحليب الإبل مع الرقية ولو بسورة الفاتحة فهي أعظم علاج وأنفع علاج كما ذكر العلماء، فيها خير وبركة كثيرة بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا الشفاء والعافية من كل مرض ومن كل بأس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.